اليومين دول مع زيادة التكنولوجيا حوالين الإنسان، الواحد بقت بتجيله أفكار خزعبلية كتير قوي، خصوصا بعد ما بقى بيشوف اللي التكنولوجيا بتقدمه، وإن في ناس ما بقتش تستغنى عن حاجات كتير قوي بتقدمها التكنولوجيا. وقبل ما أكمل كده نستنى كده ونهدى مع بعض، عشان في ناس ابتدت تقلق وتفتكر حلقة التكنولوجيا اللي قبل كده. لا، دي مش هي الموضوع هنا مختلف في كل حاجة، في الفكرة اللي هنتكلم فيها وكمان في الفيلم. أصل هنا أنا ما أقصدش التكنولوجيا اللي كلها موبايلات وشاشات ولابتوب وإنترنت والعربيات اللي بتطير والحاجات دي. لا، إحنا هنا في الدرجة الأقل من التكنولوجيا. طبعا التكنولوجيا اللي بتكلم عليها دي هي حاجة قديمة شوية، اللي هي كانت أقصى انتصاراتها بدايات البلاي ستيشن والتليفون أريكسون أبو إريال، وأي حاجة بسيطة ممكن الناس دلوقتي تشوفها ملهاش أي علاقة بالتطور. يعني كل الحاجات البسيطة دي كانت سحلانة قوي وقتها، لأنها كانت أقصى ما توصل إليه العلم الحديث. الحاجات البسيطة اللي اتعودنا عليها وخلت الحياة أسهل، زي الكهرباء والولاعات بالذات، بعيدا عن إني من عشاق تجميع الولاعات وهبقى أحكي لكم الحكاية دي مرة تاني. بس مثال الولاعة ده مرتبط بالفيلم اللي هتكلم عليه النهاردة. الفيلم معظم الناس شافته من أيقونات الأفلام في أول الألفية، وحتى لو أنت ما شفتوش فيبقى أكيد عدى عليك شخصية في الفيلم تعتبر من أشهر شخصيات الأفلام. فيلم كاستاوي من أحلى أفلام توم هانكس. فيلم ما ينفعش تلاقي حد من اللي شافه ما بيحبوش وما يفتكرش أشهر شخصية فيه، شخصية ويلسون، أشهر شخصية في عالم الأفلام. يعني أنتوا متخيلين إن الفيلم من كتر ما أثر في الناس، أشهر شخصية فيه مش إنسان، دي كورة، الكورة ويلسون، أشهر كورة في عالم السينما بلا منازع. قصة الفيلم بتدور حوالين تشاك نولاند، المسؤول التنفيذي في شركة شحن، اللي بيسافر في طيارة تابعة للشركة، بس الطيارة بتقع وربنا بيكرم تشاك وبيفضل عايش، وبيقدر إنه يوصل لجزيرة معزولة، وبيلاقي إنه مضطر يفضل فيها لحد ما حد ينقذه، وبيحاول إنه يلاقي طريقة يحافظ بيها على حياته، وفي نفس الوقت يلاقي طريقة إنه يرجع تاني لوطنه وعيلته. بس هيعرف يعمل كده إزاي وهو ما عندوش أي وسيلة تكنولوجية؟ سيناريو الفيلم كتبه ويليام برايلز جونيور، وهو كاتب أمريكي له أعمال كتير جميلة ومعظمها مشهورة في الوطن العربي، زي كاستاوي، أبولو 13، بلانيت أوف ذا أبس. والحقيقة الكاتب أبدع في سيناريو الفيلم ده بشكل هايل، خصوصاً في وجود شخصية تشاك في الجزيرة والمعاناة اللي بيشوفها، لأنه ما عندوش أي وسيلة يستخدمها للحياة. مش عارف هياكل إزاي، ولا هيولع نار يتدفى بيها إزاي، ولا هيعالج أي ألم يحس بيه إزاي، وفوق كل ده هو وحيد في الجزيرة، ومفيش أي حد ممكن يساعده أو يفكر معاه. بنشوف رحلة تشاك من الأول خالص، وهو بيحاول إنه يستغل أي حاجة موجودة قدامه علشان تساعده إنه يعيش، لأنه بيلاقي نفسه ما عندوش أي حاجة تساعده غير عقله وإيده، وإنه يفكر إزاي ممكن يستغل أي حاجة معاه لصالحه، حتى لو الحاجة دي شوية ورق، لازم يفكر إزاي ممكن يستعمل الورق ده. وبنشوف ده في مشهد جميل كتب السيناريو، لما تشاك بيلاقي صندوق من اللي كان موجود معاه في الطيارة قدامه، وبيعوم في البحر يجيبه وبيفتحه يبص على كل حاجة فيه، وهو بيفكر إزاي ممكن تنفعه، وحتى لو لقى حاجة مش هتنفعه بيفضل حاططها على جنب، لأنه ما عندوش رفاهية إنه يخلص من حاجة وهو مش عارف ممكن تفيده بإيه. والسيناريو خلى المشاهد يتفاعل مع المشهد ده جدا. يعني أنت لو افتكرت أول مرة اتفرجت فيها على الفيلم ده، هتلاقي نفسك كنت بتفكر في كل حاجة بيلاقيها تشاك ممكن يستعملها إزاي. وطبعا فيلم انت عايش فيه مع شخصية واحدة وفي مكان واحد، ده تحدي صعب انه ما يبقاش فيلم ممل للي بيتفرج. وكان الكاتب عارف كويس قوي النقطة دي، وقدر انه يبني سيناريو ذكي ما يبقاش ممل. والدليل على كده اني بحكي ومش بحرق احداث. ممكن تسمعوا تفاصيل عن الفيلم، بس متعة المشاهدة وازاي البطل بيوصل لكل حاجة لوحده بتخلي المشاهدة ممتعة بشكل مش طبيعي. وعلشان يهرب السيناريو من نقطة الملل، كان بيرمي قدامك وانت بتتفرج أدلة وحاجات ممكن البطل يستخدمها علشان يعيش، وده خلاك وانت بتتفرج بتلاقي نفسك بتتفاعل مع البطل، ولما يلاقي نفسه محتار في حاجة بتبتدي تفكر ايه من الأدوات اللي لقاها ممكن تفيده. وعظمة السيناريو خلتك تتعلق بشخصية ويلسون، الكرة اللي البطل عملها على شكل شخص علشان يكلمه ما يحسش بالوحدة. حتى الطريقة اللي اتوجدت بيها شخصية ويلسون جت بالصدفة، وابتدت الصدفة تكبر وانت بتبتسم وهو البطل بيرسم شكل ويلسون على الكورة، وبيبتدي يحط تفاصيل الكورة علشان هي تبقى صاحبه الوحيد على الجزيرة. انتوا متخيلين ان السيناريو من كتر الذكاء قدر يبني قصة انا حكيتها دلوقتي، ازاي ويلسون ده ظهر وخلاك كمان تتعلق بالشخصية، لدرجة انك ممكن تعيط علشان خاطر الكورة دي وتفضل فاكر اسمها لحد دلوقتي. وبالمناسبة الكورة دي بقت من ايقونات الفيلم، لدرجة انها اتحطت في مزاد علني ضمن 1100 قطعة تذكارية متعلقة بالسينما، واتباعت $308,000. تفاعل توم هانكس مع الكورة طول الوقت خلاك فعلا تحس انها صاحبه، وتحس انه لو رجع لأهله
ما ينفعش يسيب ويلسون لوحده. ويمكن عظمة السيناريو والإخراج الجميل إنه عيشك في تفاصيل الجزيرة وتفاصيل رحلة تشاك إنه يعيش. أنت شفته في الأول وهو بيحاول يصطاد وبيفشل وبيتعصب إنه بيفشل، لكن بعد سنين بتشوفه في نفس الموقف وهو بيصطاد بسهولة كأنه بيقول صباح الخير كده، وبقى متمكن من كل حاجة. والتغيير اللي بتشوفه عدى على البطل بيربطك أكتر وأكتر بالفيلم. علشان كده تفاصيل الفيلم حلوة، وده خلاه ترشح لجوائز كتير قوي، وترشح توم هانكس لجائزة الأوسكار أحسن ممثل. بس لولا إن راسل كرو في نفس السنة عمل واحد من أقوى أدواره في فيلم جلاديتر، أكيد الجائزة ما كانتش هتخرج عن توم هانكس. المهم بقى إن عظمة السيناريو دي كلها خلت برضو القصة ترتبط بالواقع، وهنا يجي دور الولاعة، هي اللي هتربط الفيلم بالواقع. وده تحيز مني واضح للولاعات علشان أنا بحب أجمع الولاعات. أنا حسيت بالربط ده قوي في مشهد البطل كان بيحاول فيه إنه يولع نار بالساعات. بيبقى عارف إزاي ممكن النار تتولع، لكنه ما كانش عارف حتى يعمل شرارة صغيرة، وفضل طول اليوم بيحاول ومش عارف، لأنه كان بيستخدم حجرين بيخبطهم في بعض علشان يقدر إنه يولع نار. يعني قمة المعاناة وضيق التنفس. وطبعا كل ده كان هيخلص في ثانية واحدة لو معاه كبريت مشط مش ولاعة. وده أكبر رابط بين السيناريو والواقع، إننا حوالينا حاجات كتير قوي ما بنبقاش مقدرين قيمتها ودورها الكبير في حياتنا. يعني مظاهر التكنولوجيا البسيطة قوي زي الكهرباء والولاعة وأدوات الدكتور، أو حتى السكينة اللي بتقطع بيها، حاجات كلها بسيطة. بس الفيلم خلاك تفتكر الحياة من غير الحاجات دي كانت عاملة إزاي. كانت صعبة. وساعتها هتفتكر جملة مهمة قوي قالها عبد الملك زرزور: الإنسان ضعيف. الإنسان ضعيف ومحتاج حاجات بسيطة عشان يقدر يعيش، بس هو مش عارف قيمة معظم الحاجات اللي معاه اللي بيتدارى فيها من ضعفه. حتى الناس بنتدارى معاهم من ضعفنا من الوحدة. ساعات كل حاجة تخلي حياتنا أحلى بتبقى قدامنا بس مش بنشوفها. نفضل نجري ونحارب ونتعب ومش شايفين اللي في إيدينا، وأما يضيع نبتدي نفكر فيه ونقول كان لازم نشكر ربنا على النعمة ونحافظ عليها. بس بنكتشف ده متأخر. حياة مليانة حاجات حلوة، بس الواحد محتاج الأول إنه يقدر قيمتها علشان يحس بحلاوتها. كل واحد محتاج يركز في كل حاجة حواليه، البيت اللي عايش فيه، أهله وأصحابه اللي حواليه، حتى الكهرباء اللي في بيته. كل واحد محتاج يشوف الحاجات اللي موجودة حواليه وممكن يكون اتعود عليها لدرجة إنه شايفها عادية، بس لو الحاجات دي اختفت هيحس بقيمتها قوي. لازم تقدر قيمة كل حاجة في حياتك مهما كانت بسيطة أو مش حاسس إنها مهمة، عشان لو ضاعت منك وقتها هتندم. قدر كل حاجة حواليك، هتحس إنها حاجة كبيرة وهتعرف تحافظ عليها. زي ما أنا كده مقدر المايك اللي مخليني أتكلم معاكم في البودكاست ده، ومقدر إنكم بتسمعوني، فهكمل دايما معاكم كلامنا في الأفلام. استنوني في حلقة جديدة من البودكاست المفضل ليا عشان بتكلم معاكم فيه الكتابة فكرة. أتمنى تكون عجبتكم الحلقة من بودكاست الكتابة فكرة. تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، ديزاين وبراندنج أحمد رأفت وحبيبة حجاب. تقدروا تسمعوني من سبوتيفاي، أبل بودكاست، ساوند كلاود، بوديو وأنغامي. شكرا لكم على استماعكم، واستنوني في حلقات تانية من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم الكتابة فكرة.